لو نازله تشتري الماظ قريب يبقى لازم تبقي عارفه ايه هي الفور سيز. الفور سيز دي بمنتهى البساطة هي الحاجات اللي بتحدد الألماظ، وهي عبارة عن 4 حاجات بيبتدوا بحرف السي: الكارات والكالر والكلاريتي والكات. الكارات ده اللي هو ميزان الحجر، نص قيراط، ربع قيراط، على حسب الميزان اللي انت عايزاه او على حسب المقاس اللي انت عايزاه. تاني حاجة الكالر، والكالر ده هو لون الحجر. اعلى حاجة موجودة عندنا هي الدي، دي اي اف، واحنا نازلين لغاية الزد. كل ما بننزل تحت كل ما الكالر بيبقى اصفر اكتر. وعادة اللي موجود عندنا في السوق المصري هو الجي والاتش. في طبعا كالرز اعلى من كده، الدي والاي والاف موجودين عندنا وعادي جدا، بس انا بتكلم على المنتشر اكتر. نخش بقى على الكلاريتي، والكلاريتي دي هي الشوائب اللي موجودة جوه الحجر. الحجر ده زي ما انتوا عارفين هو معمول في الطبيعة، فطبيعي جدا انه يبقى فيه شوائب اتكونت فيه اثناء التكوين بتاعه. والجريد بتاعه بيبتدي من فلولس، ودي اعلى حاجة، يعني الحجر ده ما فيهوش اي شوائب خالص. بعد كده في اس 1 وفي في اس 2 وفي اس 1 وفي اس 2، ودول بيتحددوا على حسب مكان الشوائب جوه الحجر، لو كانت باينة ولا مش باينة، في النص ولا بره شوية. وفي طبعا كلاريتي اقل من كده، اس اي 1 واس اي 2 واقل من كده، بس انا ما انصحكيش بيهم. يفضل تخليكي في الفي اس 1 والفي اس 2. انا مش شايف ان ليها لازمه ان انت تجيبي في اس 1 او في اس 2. حتى الفرق ما بينهم انت مش هتشوفيه بالعين المجرده، ومش هيفرق كتير في اللايتنج بتاع الحجر. بالعكس، الكات هي الحاجه اللي لازم تهتم بيها، ودي اللي هنتكلم عنها دلوقتي. الكات ده انا شايف ان هو من اهم الحاجات اللي لازم تاخدي بالك منها، خاصه في الحجاره الكبيره، النص قيراط والقيراط وانت طالعه، لانها بتفرق جامد جدا في اللايتنج بتاع الحجر. والكات جريد هنا بيبتدي من اول 3 اكسلنت، بعد كده بيبدأ يقل معاكي لغاية ما يبقى 3 فيري جود، ويقل اكتر لغاية 3 جود، وفي اقل من كده طبعا. انا ما انصحكيش باقل من 3 فيري جود. وعادة احنا عندنا في مجوهرات الطويل بنجيب لا اما 3 اكسلنت لا اما 1 فيري جود و2 اكسلنت، ما بنجيبش اقل من كده، لان انا شايف ان الكات ده من اهم الحاجات اللي لازم تهتم بيها. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس لو انتوا اشتريتوا حجارة الماظ قبل كده كان الفور سيز بتوعهم عاملين ازاي. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.